يا هلا فيكم. اليوم قصتنا عن جيل ذهبي، جيل مغربي في كرة القدم، صنع مجد كبير على مستوى القارة، والحين يستعد يكتب التاريخ مرة تانية، بس هالمرة التحدي أكبر بكتير، والعيون كلها عليه في بلده. شوفوا الفرق من فرحة ودموع الانتصار ورفع الكأس في 2025 لنظرات التحدي والتركيز لملحمة 2026. الموضوع أكبر من مجرد صور، هذه قصة تحول كاملة، رحلة من أبطال صاروا حديث الكل لأساطير ممكن يخلدهم التاريخ. طيب عشان نفهم حجم التحدي اللي جاي لازم نرجع بالزمن شوي، نرجع لنقطة البداية، لحظة المجد اللي أصداءها لسه مسموعة لليوم. وهنا كل شيء بدأ. تخيلوا، لأول مرة في تاريخهم أشبال الأطلس يأخذون اللقب القاري، يتسيدون أفريقيا في فئتهم. هذا ما كان فوز عادي، لا، هذا كان إعلان رسمي عن ولادة جيل مغربي استثنائي، جيل كله مواهب. النهائي، يا الله على هالنهائي، كان ملحمة حقيقية ضد منتخب مالي القوي جدا. 120 دقيقة كاملة كلها صراع تكتيكي ولعب على الأعصاب، وفي الأخير انتهت بالتعادل. وبعدها جت لحظة الحسم، ركلات الترجيح، وهنا ظهرت شخصية الأبطال، أعصابنا حديد، ثقة كبيرة، وجابوا اللقب الغالي للمغرب بنتيجة 4-2. هذا يورينا قوة ذهنية خرافية. طيب السؤال هو كيف قدروا يسوونها؟ السر مثل ما هو واضح كان بالصلابة الدفاعية. دفاع كان جدار بمعنى الكلمة، يعني تخيلوا يدخل في مرماك هدف واحد بس، هدف واحد طول بطولة قارية بهذا الحجم. هذا مو مجرد رقم، هذا دليل على انضباط تكتيكي عالي وروح قتالية ما تنكسر. تمام، خلونا الحين نترك الماضي الحلو هذا ونرجع للحاضر. التحدي رجع مرة ثانية، بس هالمرة الوضع مختلف تماما. البطولة في المغرب، اللعب على أرضك وبين جمهورك شيء ثاني، الضغط يتضاعف والتوقعات تصير في السماء. ركزوا زين على هذه التواريخ. العد التنازلي خلاص بدأ، من لحظة القرعة في إبريل لين صافرة النهاية في يونيو. كل يوم يمر يقربنا أكثر من القصة اللي الكل ينتظرها. اللعب على أرضك هل هو ميزة أو عبء؟ هو بصراحة سلاح ذو حدين. من جهة عندك دعم الجمهور اللي يهز الملعب، ومن جهة ثانية عليك ضغط الكاميرات والإعلام اللي ما يرحم. اللاعبين الشباب هذول قدام أكبر اختبار لهم، اختبار لموهبتهم وقوتهم الذهنية. وكأن الضغط هذا كله مو كفاية، جت القرعة وزادت الطين بلة. أبدا ما كانت سهلة على بطل القارة ومستضيف البطولة، بالعكس رسمت لهم طريق صعب ومعقد من أول خطوة. طيب من هي المنتخبات اللي وقعت مع المغرب في مجموعته؟ خلونا نشوف. يا ساتر، شوفوا هالمجموعة، فعلا اسم على مسمى، مجموعة النار. تخيلوا معي، المغرب البطل والمستضيف في نفس المجموعة مع مين؟ مع تونس ومصر، ديربيات شمال إفريقيا، 3 منتخبات كبيرة من شمال إفريقيا في مجموعة واحدة. هذا معناه إنه كل مباراة راح تكون نهائي قبل الأوان. طبعا الإثارة مو بس في مجموعة المغرب، شوفوا باقي المجموعات كلها أسماء ثقيلة: ساحل العاج، الكاميرون، مالي، السنغال. يعني كل منتخب جاي وعينه على شغلتين: اللقب، والأهم بطاقة التأهل لكأس العالم. البطولة كلها راح تكون نار. بس لحظة، الموضوع مو بس لقب قاري، في جائزة أكبر بكتير، حلم كل لاعب شاب. هذه البطولة هي البوابة للمسرح العالمي. صحيح، الفوز بالكأس الأفريقية مجد كبير، ما في كلام، لكن الهدف الأسمى، الحلم الحقيقي اللي الكل يقاتل عشانه، هو ورقة التأهل، فرصة اللعب في كأس العالم تحت 17 سنة ضد أفضل المنتخبات العالم. 10، خلوا هذا الرقم في بالكم، 10. هذا مو مجرد رقم، هذه الثورة حقيقية لكرة القدم الأفريقية للشباب. لأول مرة بالتاريخ أفريقيا عندها 10 مقاعد كاملة في كأس العالم اللي راح تكون في قطر، يعني فرصة تاريخية وذهبية لمواهب القارة عشان تبدأ على المستوى العالمي. طيب كيف نظام التأهل؟ كل موضوع بسيط وواضح. الخطوة الأولى تطلع من مجموعتك، الأول أو الثاني. الخطوة الثانية وهنا الأهم، تفوز في ربع النهائي. مجرد ما تفوز في هذه المباراة مبروك، أنت رسميا في كأس العالم. يعني أول 8 منتخبات تتأهل مباشرة، ويبقى مقعدين، هذول يروحون للفائزين في مباريات الملحق. تكلمنا عن التحديات والجوائز، الحين جاء الوقت نتكلم عن الأهم. نتكلم عن الأبطال نفسهم، الشباب اللي شايلين أحلام وطن كامل على أكتافهم. من هم أشبال اليوم اللي كلنا نأمل نشوفهم أسود الغد؟ في كل مركز في الملعب
في موهبة مستنية اللحظة المناسبة عشان تتألق. أسماء مثل زياد باها في الهجوم، أحمد موهوب في الوسط، ومنصف زكريا في الدفاع. هذول مو مجرد أسماء في قائمة، هذول جيل جديد عنده طموح كبير يكتب اسمه في تاريخ الكرة المغربية. وفي الأخير كل شيء يرجع لسؤال واحد: هل أشبال الأطلس رح يقدروا يحولوا ضغط الملعب والجمهور لطاقة إيجابية تدفعهم يكررون الإنجاز؟ هل رح يقدروا يتجاوزوا مجموعة النار ويكملوا طريقهم نحو اللقب والمونديال؟ الجواب قرب. يوم 13 مايو كل شيء رح يبدأ.